وفايدة حمدي، فايدة يسمى مش فادية، أو أي فايدة حمدي. أي. أي فايدة حمدي. مهم. كانت من قرائي. أنا ما كنتش نعرف هذا، مهم. لكن كنت متألم لحالها لأن هي طبقت القانون. بعد ما قعدت 3 شهور و28 يوم في السجن اتصلت بي أي. وكتبت هذا في أول حوار معها، خاطر أنا حاورتها عدة مرات ودافعت عليها عدة مرات. مهم. قالت لي راني حلمت وانا في السجن انك انت الوحيد اللي باش تنصفني، وان شاء الله ربي ما يخيبنيش في الاطار هذايا. وكما حلمت اتصلت بي هي وزميلها وجاتني، وبعثت لكم صوره ليا وليها واحنا قاعدين في القهوه. وبكامل الصراحه انا مانيش عنتر بن شداد. فك الفتره هذيك ايام الجمره الاولى كنا الناس كل خايفين، كانت فوضى عارمه والى اخره. اتصلت بي وقالت لي ماذا بيا تنشر لي حكايتي في الجريده، وسمعتها ومشيت للاستاذ الحبيب الجيزاني وحكيت له الحكايه، بحكم هو رئيس التحرير وهو اللي باش يتحمل المسؤوليه بعدي انا. حكيت له الحكايه، قال لي بنفس العباره، قال لي يا محمد تصير الناس مشكله، ما تعرف الفوضى ولا شنو. وبعدين هو انسان صادق وجريء، قال لي اكتب وراسي سد. وكتبت المقال وكتبت التفاصيل. رجعنا للتفاصيل سي محمد في اللقاء الاول. فما برشا حاجات ربما ما تسمعتش ما تقالتش، باش تقول لنا انت على لسانك سي محمد الماطري سميده، وانت حاورت المعنيه بالامر عن قرب، واللقاء بيناتكم كيفاش كان؟ شنو ربما التفاصيل نتاع شنو صار مع محمد البوعزيزي اللي هو في الاصل اسمه طارق البوعزيزي؟ هو اسمه طارق البوعزيزي صحيح. هي طبقت القانون وانا سميتها الشهيده الحيه. هي طبقت القانون وانسانه طيبه جدا. انا وقت لجاتني ما عرفتهاش. انتم تعرفوا الصوره الشهيره اللي لابسه اللباس نتاع العمل نتاعها، الكسوه نتاعها هذيك نتاع عوان التراتيب. زي الرسم. جاتني لابسه الخمار. قلت لها علاش لبست الخمار؟ قالت لي راهو شعري تنصل وطاح وترعش، كانت ترعش يديها ترعش. وكانت مرعوبه وخايفه. عدات معاناه كبيره برشا. من الحاجات اللي قالتهم لي، قالت لي انا ما عمري ما اعتديت على البوعزيزي. قداش من مره انا نعاقبه ونخلص الخطيه هو وغيره. لكن هذا القانون قانون وفرضوا علينا القانون. لكن البوعزيزي شدها من حوايجها ومن مكان حساس وسبها وكفر عليها ربي، وهذا اللي ألمها. ثم ماهيش يثبت في الشعلة الأولى للثورة اللي ما يسمى بالثورة. علاش البوعزيزي بعد مشى يحرق روحه حسب تصريحاته ما حبش يقبلوا سي محمد؟ وعندهم علاش البوعزيزي بعد مشى حسب تصريحاته، معناتها حسب ما قالت لك، علاش مشى يحرق روحه من بعد؟ هو مشى للوالي على اساس باش يقابلوا، باش يشكي له كيفاش هما هزوا له الميزان نتاعه والبرويطه نتاعه ولا حاجه كيما هكا. ما حبش يقابلوا الوالي. الغادي في الجهه عندهم عادات، اذا امراه ما بين ظفرين تعتديك عليك امراه، اذا ما تردش الفاعل وما تعملش كذا يوصل يعمل الشيء اللي عمله هو. كبرت عليه الحكايه. هو كان شارب نهارتها. خانته الجرأة، ما نعرفش الشجاعة ولا الجرأة، أنا نقول خانته الجرأة ما أنه يتحكم في نفسه. حاول هدد باش يشعل روحه، ما تحكمش في روحه وشعل في روحه. أما هي ما عندها هذا حتى ذنب سواء أنها طبقت القانون ودفعت ثمن باهظا من عمرها. خطيبها رب عليها، أمها توفات وهي مقهورة، ولا أبوها كذلك، عاشت في فقر مدقع. حتى بعد الثورة الناس كل يحكيوا على اللي ما قاموا بحتى شيء وردهم أبطال وشهداء وما نعرف شنو، وهي